ونروح للظاهرة الجديدة على مجتمعنا. طبعا خلال بطولة أفريقيا في الجابون 2016 اكتشفنا فجأة ان معظم البنات في مصر ليها في الكورة، وبقوا يقعدوا يتفرجوا على ماتشات المنتخب ويحللوا اداء اللعيبة كمان على السوشيال ميديا بعد الماتشات. عشان كده نزلنا وسألنا البنات بتحب مين من لعيبة الكورة وتهدي له اغنية ايه. تعالوا نشوف قالوا الاغنية. كتير من البنات وخاصة اللي بيشجعوا كرة القدم عندهم فتى أحلامهم أو اللاعب المفضل. كل بنت النهاردة هيتوجه رسالة للاعب المفضل بتاعها من خلال أغنية أو بيت شعر. مع جمهور تايم أوت هنشوف من خلال هذا التقرير اللي بتقوله البنات لفتى أحلامهم. كلها هتبقى مهمة زي العسل. رمضان صبحي، محمد صلاح، ميسي. العب العب العب. هيلعبوا. بس ماليش في الكورة خالص. أبو تريكة، أحمد حجازي، إبراهيموفيتش، محمد صلاح. وأنتي؟ أبو تريكة. نجمك المفضل في الكورة مين؟ خضرت اسمك ايه؟ وحبيتي تقولي له رسالة كده عن أغنية أو بيت شعر تقول روحوا الحبايب. هو فاهمني يعني. هو بتكتب عجبة جدا. يعني ده اللي عندي دلوقتي. قول لي يا حبيبي ليه وانت عني بعيد. بسم الله ما شاء الله. بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي، وانا ملهوف عليك اخويا وحبيبي، في الاوجع حبيبي حلوه حياتي بيك. وماله لو ليله كنا بعيد وسيبنا كل الناس. نهار اسود، لا مؤاخذة. بالظبط شايفه بيك عادي. يبقى انها تبقى رحلة سنجاري على الاخر. حاجه كده والله انا مش حافظاها. سألوا الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب واخد الهوى. ساعدنا على يوم يهدكوا